ازيك يا شباب عاملين ايه؟ اولا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. قبل ما نبدا في السلسله دي صلي على النبي واعمل لايك وفولو واكسبلور، عشان في السلسله دي هقول لك على حاجات لو طبقتها صح هتطلع من شهر رمضان باحسن نتائج. ممكن يكون فرصه كبيره ليك ان انت توصل لهدفك، وبالذات لو كان هدفك ان انت تنزل في الوزن. طيب تعال اقول لك بقى ايه هي فايده الصيام. لا طبعا انا قلت لك قبل كده فوائد الصيام لما كنت بشرح لك نظام الصيام المتقطع، غير طبعا ان صيامك في شهر رمضان بينظم مجموعة من الهرمونات في جسمك وبينظم شوية عمليات، لكن هو زي ما قلت لك قبل كده ان هو بيحسن صحتك بشكل عام وكمان مفيد جدا لجسمك. طيب تعالى بقى اقول لك ايه هي اهم فوائد الصيام. اول حاجة الصيام بيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تنزل في الوزن، وده زي ما قلت لك في الاول ممكن لو كان هدفك نزولك في الوزن فانت ممكن تستغل شهر رمضان كويس وهيوصلك لهدفك، وكمان هتوصل للنتيجه اللي انت عايزها واكتر. الحاجه التانية ان هو بيقلل نسبه الدهون في جسمك، كمان بيساعد على تقليل نسبه الكوليسترول الضار وتحسين نسبه الدهون في الدم، كمان بيحسن معدلات الحرق وبيحسن صحه القلب وبينظم كمان مستويات السكر في الدم. كمان الصيام بيساعد ان جسمك يفرز نسب اعلى من الجي اتش او الجلوس هرمون، كمان بيساعدك في الوقايه من امراض ضغط الدم وبيحميك كمان من مرض السكري. كمان الصيام بيساعد مرضى السكر ان هم يقدروا يحسنوا مستويات السكر في الدم. واخر حاجه لازم تكون عارف ان انت لازم تنظم وجباتك بشكل صح على مدار الكام ساعه اللي انت هتكون فاطر فيهم او اللي انت هتفطر فيهم، وتاخد احتياجك الكامل من البروتين والكارب والفات عشان تقدر تنزل نسبه دهون وفي نفس الوقت ما تخسرش كتله عضليه. استنى الفيديوهات الجايه اقول لك ايه احسن وقت للتمرين وازاي تنظم وجباتك على مدار ال8 ساعات اللي هتكون فاطر فيهم. كمان هقول لك ايه هي العناصر اللي انت المفروض تدخلها في نظامك الغذائي. وزي ما قلت لك يا شباب في الاول، شهر رمضان شهر كريم، شهر حقيقي بيبقى فيه بهجه والواحد بيكون مبسوط. فيا شباب حاول ان انت تستغل الشهر ده على قد ما تقدر كل جوانب حياتك، مش في التمرين بس، لان زي ما قلت لك انت بتكون بعيد عن كل حاجه مضره لصحتك او مضره ليك انت بشكل عام في حياتك. وزي ما قلت لك برضو انت ممكن تغير في الشهر ده عادات كتير غلط، سواء في حياتك عموما او في التمرين او حتى في صلتك بربنا. انت ممكن تستغل الشهر ده ان انت تعود نفسك ان انت تقرا قرآن وان انت تصلي، ان انت تقرب من ربنا. وحاول تستفيد من الشهر ده يا شباب على قد ما تقدر، وحاول تساعد نفسك ان انت تغير حياتك لشكل احسن. كل سنه وانتم طيبين.